السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اهم حاجة بس فكك من الانعكاس اللي في النضارة، علشان انا مش عارف احل المشكلة دي، وان شاء الله هتتحل يعني. عشان بقى اديكوا ابديت بقى بجد محترم يعني. الفترة اللي فاتت دي من ابريل لحد شهر يونيو او يوليو قصدي، الفترة دي كلها كانت ميد ترم. في شهر 6 طبعا كان في فاينل، فما كانش في مجال للفيديوهات. انا ما كنت فاكر ان الجامعه دي يعني كده اللي هو خلاص بقى هوم ورك ومش عارف ايه. لا، الجامعه بيطلب فيها حاجات. بقول لك ايه، حضر لي كده اللي هو ايه 8 تصحف، حضر لي كتاب. بقول لك ايه، ما تخش تقرا كده النت كله. خش على جوجل واكتب اتفضل الدكتور بقى، اللي هو معلش يا جماعه المينيمم 80,000 في مليار كلمه يعني. هو اتصدمت ان هو ده ايه ده ده مش مثلا بقى اللي هو تشوز ذا كوريكت انسر، لا ده تشوز ده حياتك. شوف تشوز مستقبلك دلوقتي في الكاملتين دول. الواحد بيتشلضم في الدرجات ما شاء الله، اللي هو انت بتخش اللي هو ايه، خلاص انت ان شاء الله هنلعب على 85 لل 90. لا انت تخش تقع على بقك في الامتحان. لا يا جماعه، انا طالع من الامتحان ده ان شاء الله شكلي كده جايب 82 عشان غلطت في البتنجان والخيار. لا انت حضرتك انت غلطت في حياتك. انت كده غلطت في حق الدكتور، مش غلطت في السؤال، لا انت كده غلطت في شرفه. فبتخش تجيب انت عامل حسابك على 82، هي بتبقى 28 من الناحيه التانيه خالص. فالواحد بس داخل في اللي هو ايه، داخل يتكعبل بس في الاخر في الامتحانات يعني. انا مش عارف انا كنت بعمل ايه طول السنه عشان اخد كده على قفايا في الامتحانات، بس الحمد لله عدت على خير. دي حاجه. الحاجه التانيه بقى، انا كنت داخل بقى اللي هو ايه في مود ما تيجي نظبط كل حاجه في حياتنا. اللي هو مش بقى مدي لنفسي فرصه اللي هو ايه، بقول لك ايه، بعد الامتحانات الواحد المفروض يفصل شويه، يلعب بلاي ستيشن يعني، اعمل حاجه يعني اللي هو ايه، افصل، روح اتفرج على ماتش كوره، اقرا مجله، اعمل حاجه عبيطه يعني، اعمل حاجه عبيطه عشان تفصل. لا ما فيش الكلام ده خالص. لا حضرتك احنا عايزين نروح الجيم كل يوم، عايزين نكتب مقال ونرفعه على النت النهارده يعني. لو استنى حضرتك، لا ما فيش تحس اللي هو لا، مع ان كل الكلام ده ما بيني وما بين نفسي، لكن ما تعرفش في قفش في الكلام. لا اقرا كتاب كامل النهارده. ليه يا اسطى ليه الكلام ده؟ ما تعرفش ما فيش دي جايه منين بقى، اللي هو لا ماليش دعوه، هو لازم يتعمل كده. تروح الجيم وبعديها يجري وامشي والعب ضغط وتشقلب مثلا، فاهم، واعمل كوبايه شاي يعني، اعمل، لازم تعمل حاجه، واعمل بقى فيديو واكتب سكريبت. ده غير المقال اللي انا كاتب. ماشي انت بتعمل كل الكلام ده، بس ده بايه يعني؟ طبعا انت بتحط لنفسك بقى بلان فاجر لليوم، تعملش غير حاجه واحده بس. انت بتصلي الظهر اول ما بتصحى، بتلعب جيم، بترجع هفتان ميت هبطان ضغطك واطي على الانعاش، على تنام بقى بقيت اليوم كله ما فاهم تعرفش انت عملت حاجه واحده بس حرفيا، والحاجه دي نفختك يعني. ما حسيتش بقى لو انت فرحان بقى ومبسوط. فانا هتحس كده لو انا مريت بالفتره الغريبه دي، فالموضوع كان صعب، فما كنتش اقدر التزم خالص بالحاجات اللي انا حاططها في البلان بتاعتي للنهارده. زائد ان انا ما كانش عندي مثلا هدف عايز احققه، فمثلا انا شغال للهدف ده، لا انا شغال لان انا عايز اروح الجيم يعني. انت افرض انت يا نور جالك الفتره اللي انت مش عايز تروح فيها الجيم، فهتقول لنفسك ايه؟ لا، فالموضوع فيه قفش يعني، في حد كده بيرخم على التاني، تحس الموضوع فيه يعني انت دخلت في خناقه تحاول تحوش، لكن انت بتتعود تتضرب اكتر يعني. ده اللي انا حسيته يعني. لكن لاحظت ان الواحد المفروض يفصل فعلا. لما اديت لنفسي فتره فصلت فيها، حسيت بقى ان انا فصلت زياده عن اللزوم، فيلا بينا نرجع تاني نشتغل، عشان انت خلاص الحمد لله خلصت امتحانات. فايه ماشي، انت اديت لنفسك ال 25 يوم بتوعك خلاص، فلم نفسك بقى. تمام، احنا دلوقتي في نص الصيف، بتعمل ايه حضرتك؟ هل بقى انا طالع دلوقتي اتكلم على اي حاجه من السكريبتات اللي انا محضرها؟ لا خالص. انا دلوقتي بسجل 12 دقيقه بكلمك فيهم على اللي انا عملته في الحياه. اتمنى ليك يوم سعيد ويوم جميل، واستنوا فيديوهات ان شاء الله قريبه. از وي سبيك كده الساعه دلوقتي 3 الا ربع بالليل، وزي ما انت سامع صوتي وشكلي غريب، وتحس ان انا ما عنديش حواجب، والاضاءه ضاربه في عيني، ويعني صباح الخير.